بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربنا لك الحمد في الأولى، يا ربنا لك الحمد في الآخرة، يا ربنا لك الحمد دائما أبدا سرمدا. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإنني أشكر القائمين على هذا المجلس المبارك ومشروعية المولد من قول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل أعظم على الأمة الإسلامية من هذا الفضل أن بعث لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة. فلمن يحتج على مشروعية المولد تقولون له الآية الكريمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دروس السيرة دروس عظيمة تبدأ من مولده صلى الله عليه وسلم وتنتهي بوفاته، وهي 63 سنة. ومن المحال علينا في مجلس واحد أن نحيط بهذه الدروس التي استقيناها من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا أجتزئ لكم هجرته صلى الله عليه وسلم. فعندما غادر مكة ذهب إلى غار ثور، وفي غار ثور جلس 3 أيام هو وصاحبه، ثم انطلق إلى المدينة. وهو في طريقه إلى المدينة كان لا بد له من أن يتزود بالماء ويتزود باللحم ويتزود باللبن، لأن الطريق شاق من مكة إلى المدينة 450 كيلومتر تقريبا. لذلك توقف في خيمة أم معبد. هل تعلمون من هي أم معبد؟ أم معبد امرأة عجوز لها خيمة على طريق المسافرين. كانت سنة قاحلة، وكان عندها شياه عجاف، وكان أبو معبد زوجها قد ذهب بهذه العنز إلى المرعى. فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو وسيدنا أبو بكر وصاحبيه الدليل ومولى سيدنا أبو بكر، فقال لها: يا أم معبد، هل عندك من حليب من لبن؟ قالت: ما عندنا من شيء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الشاة بجانب الخيمة؟ قالت: إنها شاة عجوز لا تحلب. فقال: هل لي أن أحلبها؟ قالت: تفضل إن شئت. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسمى، ثم دعا الله سبحانه وتعالى ومسح على ضرعيها حتى تفاجت، أي امتلأ ضرعها وأبعدت رجليها من كثرة الحليب الذي صار في ضرعها. فدعا بوعاء وأخذ يحلبها، فأعطى أم معبد فشربت حتى ارتوت، ثم أعطى أبو بكر حتى شرب ثم ارتوى، وأعطى صاحبيه حتى شربا فارتويا، وأعطى ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى، ثم دعا بوعاء آخر فحلبها حتى امتلأ وغادر. هذه القصة
لا تتجاوز الربع ساعة، 15 إلى 20 دقيقة، يعني الوقت الذي يجلس فيه المسافر في استراحة المسافرين من أجل أن يتزود ببعض الطعام وبعض الماء. في المساء عاد أبو معبد، وهنا المفاجأة، فوجد الحليب واللبن فقال: من أين هذا؟ قالت له: لقد جاءنا رجل وهذا وصفه. هذا الحديث لمن يريد أن يسأل ورد في سيرة ابن هشام وفي زاد المعاد وفي الرحيق المختوم، أنه عندما طلب أبو معبد من زوجته أن تصف له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الوقت لم يكونوا يعرفان أنه النبي، وصفته قائلة: كان ظاهر الوضاءة، أي ذو جمال وحسن، أبلج الوجه، مضيء مشرق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، أي ليس بصاحب البطن الكبير وليس برأسه صغر، وسيم قسيم، في عينيه دعج، الدعج شدة سواد العينين، وفي أشفاره وطف، أي مثنية وفيها طول، الأشفار هي رموش العينين، وفي صوته صحل صلى الله عليه وسلم، الصحل البحة، ليس من عيب وإنما من وضوح شدة صوته صلى الله عليه وسلم، وفي عنقه سطع، أي طول، أحور، أي شديد سواد العين، شديد بياضها، لذلك جاء في الشعر: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، البيت لجرير. وفي عنقه سطع أحور، أكحل، كأن على جفونه الكحل من دون أن يضع شيئا، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، أزج أقرن، أي حاجباه دقيقان طويلان مقوسان، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجل الناس وأبهاهم من بعيد، عندما تنظر إليه من بعيد فهو من أجل الناس وأبهاهم، وأحسنه وأحلاه من قريب إذا اقتربت منه، حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هذر. وهنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حلو المعشر، عندما يجلس بين أصحابه فلا يسكت، لا يتكلم أبدا، وليس بالثرثار الذي يتكلم كثيرا بلا طائل أو بلا معنى، فكان كلامه فضل لا نزر ولا هذر، يعني ليس بالقليل ولا بالكثير. كان منطقه خرزات نظمن يتحدرن، عندما يتكلم ينصت إليه المستمع ويسمع كأنه كلامه الشعر والكلام الجميل المنمق. لا تقحمه عين من قصر، وهنا يصف طوله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بالقصير الذي إذا وقفت ممكن أن ترى خلفه، وليس بالطويل، وإنما كان ربعة بين الناس، أشد ما يكون إلى الطول أقرب، ربعة. لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، أي لا تنظر إليه هكذا كأنك تنظر إلى الأعلى. غصن بين غصنين، وهذا التشبيه الذي شبهه به بينه وبين صاحبيه سيدنا أبو بكر والدليل. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفون به. كانوا الدليل ومولى أبو بكر وسيدنا أبو بكر يحفون به ويتبادرون إلى أمره من دون أن يطلب إليهم. إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره،
محفود محشود لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد عندما سمع هذا الوصف: والله إنه لصاحب قريش، إذا أدركته لأتبعه. ومن بعدها حلت البركة على خيمة أم معبد. من بعد ذلك انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلى يثرب، وهناك التقى براع. هذا الراعي كان عنده عنقاء، أي نوع من الإبل لكن لا تحلب. أيضا طلب منه أن يحلبها، فقال له: تفضل إن شئت. فسمى الله سبحانه وتعالى ومسح عليها وحلب حتى ارتوى وارتووا. قال: من أنت؟ قال: هل تكتم عني إذا قلت؟ قال: نعم. قال: أنا محمد بن عبد الله. قال: هل أنت الذي قريش تقول عنك أنك صبأت؟ قال: إنهم يقولون ذلك. قال: فدعني أتبعك. قال: إنك لن تستطيع يومك هذا، لأنهم كانوا في ضعف، ولكن إذا سمعت ظهر أمرنا فاتبعنا. ثم مضيا إلى المدينة. وفي المدينة أهل المدينة كانوا ينتظرونه كل يوم ويذهبون إلى الحارة. الحارة هي الصخور المحيطة بالمدينة، فإذا ارتفعت الشمس عادوا. هكذا كانوا عدة أيام. وفي اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل من اليهود يطلع على أوطاف له ليظهر بعض شأنه، فإذا برهط مبيضين. ومبيضين هنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بالزبير، وكان عائدا من الشام وقاصدا مكة، فأخذ ثيابه وأعطاه ثيابا بيضا جديدة، لذلك رآه مبيضين. فقال هذا اليهودي: يا أهل يثرب انظروا، فقد جاء صاحبكم، فقد جاء جدكم الذي تنتظرون. من هنا نجد أن حتى اليهود كانوا يعلمون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته. في السيرة صور كثيرة من هذه الصور، ويضيق الوقت ويضيق المكان على أن نحيط بها كلها، ولكن يكفينا أن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كامل الخلق والخلقة. الخلق الصفات الخلقية، والخلق من الخلق. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فأي وصف أعظم من هذا الوصف الذي وصفه به سيدنا محمد وصفه الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد في القرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، إذا في سؤال ممكن يكون في حديث نقاش، تفضلوا فيه. هل من سؤال؟ جزاك الله خير يا شيخ. يعطيك العافية. الحقيقة عندي سؤال، وهو هذا السؤال يتراود في ذهني من فترة. نعم. احنا في بلداننا مثلا بيكون في احتفال بالمولد، وبيصاحب الاحتفال مدائح نبوية وبيتخللها دفوف مع المدائح النبوية. ففي بعض الأقوال بنسمع إنه هذه مثلا نوع من البدعة. فما أعرف مدى صحة هذا الكلام وماذا حرمة هذه المسألة. تفضل. جزاك الله أخي الكريم على هذا السؤال. نحن في البداية قلنا حجية الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نوع من أنواع الفرح التي أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. وهذه المظاهر التي تفضلت منها من الضرب على الدفوف فكان واردا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي إحدى الأعياد كان قوم يأتون ويضربون على الدفوف، فحتى طلبت السيدة عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشارك، ففتح لها الباب ورفع يده
وقال لها انظري، فشاهدت واستمعت، ثم قال لها أنه يكفي الآن. الضرب على الدفوف جائز، ليس فيه أي مشكلة. البدع المحرمة التي لا يجوز أن نقوم بها كل شيء أمرنا الله سبحانه وتعالى بتحريمه، كل شيء محرم لا يجوز. أما الاحتفال، أما الضرب على الدف، أما الأهازيج، هذه واردة ولا شيء فيها. حتى في الحرب عندما كانوا يحفرون الخندق كانوا ينشدون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، من باب تحفيز الصحابة على العمل وعلى الشغل. هذا ليس فيه شيء، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. labada ardayda iyo macallinka la joogo farsiisa walba raafana marka dhigil karaan fiinaan hay walaal ka jecel maxamed diin nidaam ku saabsan